على مدار رحلتنا شفنا بذرة الذكاء الاصطناعي بدأت بالأفكار بسيطة وتحولت لثورة غير متصورة. ابتدينا نشوف لمحات بسيطة لفكرة إن الآلة تقدر تفكر وتتفاعل. ده واقع ملموس حوالينا، من المساعدين الصوتيين اللي بيتكلموا معاك لتطبيقات ذكية اللي بتوصلك اقتراحات. كل ده نتيجة لتطور خوارزميات متقدمة. كل يوم بنشوف ابتكارات جديدة تخلي حياتنا أسهل وأكتر متعة. مش بس كده، المستقبل بيدينا لمحات عن تقنيات كتير. كل المعلومات اللي شاركناها مع بعض كانت مجرد لمحة عن عالم وبذور الذكاء الاصطناعي الواسع. احنا شفنا ازاي البذرة اتزرعت من زمان، وازاي الأفكار بسيطة اتطورت عند ما بقت تشكل جزء مهم من حياتنا النهاردة. بس الحق إن الذكاء الاصطناعي لسه بيكبر وبيتطور كل يوم اكتر واكتر، وكل يوم بنشوف جديد بيغير قواعد اللعبة، وده كله كان مجرد بداية وبس كده. طب ايه رأيك لو نعمل فيديو طويل نتكلم فيه بالتفصيل عن بداية البذرة والتطور اللي بيحصل مع مرور الزمن؟ شاركنا رأيك في كومنت. لو عجبتك السلسلة وحاسس ان في كتير لسه نكتشفه، دوس لايك واعملنا اشتراك. مع السلامة.